السلام عليكم. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. انا دي طلبات المكرونه اللي هعملها النهارده. هعمل اكله مكرونه نجريسكو مع بعض. فراخ البانيه، جبت الزور بانيه والمكرونه والجبنه الجبنه النجريسكو انت وراها، والبانيه واللبن والبيضه. تمام. هنبتدي بقى نعمل مع بعض المكرونه. هقطع البصله في الكبه بتاعتي، هبقطعها دلوقتي صغير صغير علشان اعمل البصلة مع البانيه. اهو بص اتقطعت ازاي، بقت صغيرة خالص، مخدتش حاجة مني يعني، هي دقايق. وبعدين قطعت الفراخ كده على البلانشة ديت، قطعتها صغير صغير مكعبات يعني علشان تبقى باينة في المكرونة في الاكل. وبعدين عملت البشاميل، وعملت البتاع دوت العصاج الفراخ، ورصيت الصينية اهو، وهدخلها الفرن. وبعدين والصينية المكرونة في الفرن، حبيت اعمل كيكة شوكولاتة هنعملها مع بعض. الدقيق والكاكاو، وجبت 3 بيضات وكوباية زيت وكوباية لبن وكوباية سكر وفانيليا وواحدة بيكنج باودر. جهزت الصينية معاه بتاعة الكيكة معانا، وجبت المكونات هعملها في الخلاط. جبت الذرة اهو، حطيت اللبن وهحط السكر والزيت، وبعدين هنضربهم مع بعض في الخلاط. بحط المكونات في الذرة الخلاط اهو، وهنضربهم مع بعض. اهي المكونات بعد ما اتضربت. بعدين هحط الكاكاو واحدة واحدة، وبعدين هضربهم تاني في الخلاط. لازم يتضربوا كويس عشان الخليط يتمزج مع بعضيه. وخدت كوباية من الكاكاو، حطيتها على الجنب من الخليط اللي انا عملته دوت، وحطيتها على جنب علشان هعملها صوص بعدين للكيكة. وبعدين حطيت على المكونات اللي في الدرق 3 بيضات اللي انا كنت شايلاهم على جنب، وهضربهم كويس تاني في الخلاط. وبعدين الفانيليا وهضربها برضو اهو. وبعدين جبت بولة حطيت فيها الحاجات اللي انا عملتها ديت، وبعدين هحط عليها الدقيق. هحط دقيق واقلب كويس بقى لما المكونات تتمزج مع بعض. وطبعا لما كل ما اعوز دقيق بحط، لما القوام بتاع الكيكه يبقى زي اللي انا عايزاه. وحطيت البيكنج باودر وقلبت، وبعدين فضيتها في الصينيه وهدخلها الفرن. بعدين طلعت حطيت الصوص عليها اهو من فوق. طبعا هي عاليه قوي وحلوه وهشه. حطيت الصوص عليها من فوق وبعدين تتقدم عادي. بقطعها اهو.
هي طبعا مش يعني مش ماسكة من الصوص، مش تقيل علشان لسه الصينية سخنة، فلما هتبرد الصوص هيبان اكتر. بقطعها دلوقتي وبعدين هقدمها. اهي قدمتها في الطبق، طلعت بالشكل دوت، وطعمها تحفة تحفة يا جماعة. وده كان الروتين النهاردة، ويا رب يعجبكم، وحطوا اللايك وصلوا على النبي يا جماعة، مش هتخسروا حاجة عشان انا تعبت فعلا في الفيديو ده. شكرا.